على مسامعنا المقرئ محمد لمين سليخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. وإلهكم إله واحد. دعوني بادئا ببدء باسمكم جميعا ونيابة عنكم وصالة عن نفسي أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للسيد رئيس الجمهورية، أولا على استحداثه هذا المرصد، هذه الهيئة الدستورية الاستشارية، والتي هي أعيد مرة ثانية. يطيب لي في هذا المقام ونحن في هذه المدينة المضيافة، وبصفتي ممثل من المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن أشكر أعضاء هذه الولاية. التصحر في فقدان الأراضي الخصبة وتدهور البيئة مما يؤثر على الحياة النباتية والحيوانية ويتسبب في تهديد استدامة الحياة على الأرض. وفي هذا السياق يأتي دور مشروع السد الأخضر كحلا محتملا لمكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي في مواجهة الثروات الطبيعية جد هامة، والتي يجب الحفاظ عليها وحمايتها وتثمينها، والمتمثلة في الثروة الغابية على مساحة 210,470 هكتار، وتمثل 6.5% من المساحة الإجمالية. الجلفاء التوصية الأولى ضرورة إجراء الأخضر يكون مقره بولاية الجلفاء عاصمة. مواضيع كثيرة في هذا المجال، بزاف البحوث عندنا بزاف. إذا تطلبوا منا الاستفادة احنا قادرين نمدوكم المادة العمومية، يعني عديد من الملتقيات شبيهة لهذا، وللأسف الشديد الكثير منها لم يتم تجسيدها رغم أهميتها. الرمال اللي راه زعمت وأصبحت تشكل خطر على الساكنة أجمع بين شمال الولاية وجنوب الولاية وجات في منطقة وسط. أنا نطرح السؤال اللي راه هنا من سلطات محلية، رخص الاستغلال كما ذكر سيادة المستشار الاستفادة من هذه الرمال من مواد بناء أو المرصد. السيد رئيس الجمهورية اللي دار هذا المرصد باش يعطينا الغطاء ونقدروا نتكلموا ونقولوا كل الحقيقة، ما ندسوا حتى حاجة. راه قال لكم سيد يقول احنا ما ندسوا حتى على حاجة. كما أقدم الشكر الجزيل لكل المتدخلين الذين بقوا معنا والذين لهم اهتمام كبير فيما يخص هذا التوعوي حول ظاهرة انتشار التصحر في الأماكن السهلية وولاية السهلية. اليوم سنحاول تجسيدا لمشروع السيد رئيس الجمهورية، وهو تفعيل أو إعادة بعث مشروع السد الأخضر. اليوم سنعطي إضافة أخرى، سنحاول أن نعطي عمل توعوي ليس لمخاطر التصحر، بل لأنه فعلا خطر أصبح يداهم الساكنة، كون أن هذه حبات الغبار التي تنتشر في كل الأماكن وحتى في الأماكن الشمالية. سنحاول أن نعطي آليات من أجل إعادة بعث السد الأخضر، هذه واحدة. ثم نحاول أن نعطي تصور آخر للحد من انتشار هذه الظاهرة. سنحاول في هذه الجلسات أو في هذا المنتدى كذلك عن طريق الأكاديميين والأساتذة والباحثين من أجل إعطاء عرض حال للظاهرة، كيف يتم خلق هذا النوع من التصحر، والذي الإنسان يلعب دور فعال في أحيانا في انتشار عملية التصحر عن طريق الحرث العشوائي مثلا، أو عن طريق مثلا حرق الغابات، أو كذلك ظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة الجفاف الطبيعي التي نحن نعاني منها. كان هذه كلها عوامل ساهمت في انتشار ظاهرة التصحر، لكن نحاول ربما بطريقة أو بأخرى عن طريق هذه اللقاءات التي ستدوم
التي قمنا بها في ولاية تبسة ثم مسيلة، والآن سنحاول أن اليوم في الجلفة وغدا سنكون إن شاء الله في ولاية البيض أن نعطي عرض حال لمختلف لهذه الظاهرة وللحد منها، وكذلك خلق واحد النوع من التحسيس والتوعية لدى الساكنة ولدى المواطنين من أجل الحد من انتشار هذه الظاهرة. والعمل التشبيكي الذي يقوم به المرصد الوطني للمجتمع المدني هو يقوم على مجموعة من المحاور 4، وسأذكر منها عملية التشبيك، يعني كيف تتم التشبيك مع الجمعيات التي تشتغل على المستوى البيئي، جمع هذه الجمعيات ووضعها تحت غطاء شبكة معينة تعنى برعاية الجانب البيئي، وكذلك بالحد من انتشار الظواهر البيئية المختلفة الإيكولوجية المختلفة، كذلك الديمقراطية التشاركية والتي هي كذلك من الآليات التي يسعى المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى تكريسها وإلى وضعها من بين الآليات اللي يستفيد منها المواطن وتكون قريبة من المواطن وتقريب الإدارة من المواطن يعني لتذويب هذا الجليد الكائن ما بين المواطن وما بين الإدارة.